بيبدأ المسلسل مع واحدة بتجري وهي ايديها مربوطة وشكلها مبهدل وهدومها مقطعة وبتقول بعلو صوتها الحقوني بسرعة قبل ما يخلص عليا. والمرعب إن بعدها بكام يوم في نفس المكان بنشوف بنتين راجعين من المدرسة في وقت متأخر، وأول ما بيتفرقوا لأن طريقهم مختلف بنتفاجئ بواحدة منهم اختفت تماما أكنها فص ملح وداب، وده لأن طلع عليها واحد من ظهرها من غير أي مقدمات وخبطها على دماغها وخدها معاه. وبنعرف بقى إن دي مش أول حادثة ولا حتى التانية، دول أكتر من 12 جريمة حصلوا في نفس المنطقة، ومنهم طفلة ما كملتش 8 سنين، وكل ده بسبب مجرم مهووس. وعشان نعرف تفاصيل أكتر وليه شخص ممكن يوصل للمرحلة دي من الشر وبيعمل إيه بالظبط في ضحاياه، خلينا نجيب التفاصيل من الأول سوا. بس قبلها ما تنسوش تعملوا فولو على الانستجرام اللي هتلاقوا اللينك بتاعه في الديسكريبشن، وبعتوا لي قولوا لي ازيك يا محمد يا طاهر. بيبدأ المسلسل في 2019 مع البروفيسور كانج وهو في محاضرة، وأول ما بيخلص بيشوف الشرطية ليه داخلة عليه، فبيحس بالحنين لأن بقاله أكتر من 30 سنة ما شافهاش من بعد ما ساب القرية اللي كان عايش فيها. ووقتها بتقول له أنا جاي أبلغك إن قضية المجرم المتسلسل اللي حصلت سنة 1988 أخيرا قدرنا نقبض على المتهم الحقيقي. فبيدخل في حالة صدمة لأنه خسر كل حاجة في حياته بسبب القضية دي بعد ما اتقفلت نقص أدلة. وساعتها بتوضح له إن المجرم كان واحد مننا وعايش وسطينا، وبعد فترة اتنقل قرية تانية مع أهله واتقبض عليه بعد ما خلص على مرات أخوه وخد حكم 25 سنة، ومن يومها هو في السجن. والمضحك بقى إنه كان هيخرج قبل ما المدة بتاعته تنتهي حسن سير وسلوك، لكن اكتشفنا بالصدفة إن العينات بتاعته كانت موجودة على 3 ضحايا. وبتوضح له إننا محتاجينك عشان تقعد معاه وتقنعه يعترف بالستة الباقيين، ده غير إنه طلب يقابلك بنفسه عشان يحكي لك كل حاجة. وفي الوقت ده كانج بيحس إنه مشتت جدا لأنه مش قادر يستوعب بعد سنين جلد الذات اللي كان عايش فيه حل اللغز طلع بسيط قوي كده. وهنا بيفتكر شريط الذكريات وبيرجع 30 سنة لورا لليوم اللي راح فيه حفل توزيع جوائز الضباط المتميزين، وفجأة ومن غير أي مقدمات دخل قاعد جنب واحد من الضباط المعروفين وقال له بقى بذمتك مش مكسوف من نفسك وانت جاي تتكرم بعد ما قبلت رشوة؟ وبيتجاهل الصحافة اللي حواليه في كل حتة وبيلبسوا الكلبشات وبيسحبوا من نص الحفلة. ولأن الضابط اللي قبض عليه عمه مفاوض معروف، فبسبب حركة شجاعي السما اللي عملها بيتعاقب وبيتنفي الحدود في القرية اللي اتولد فيها. وأول ما بيوصل بيسهر مع أصحابه هوان اللي عنده مكتبة وجي اللي بتشتغل صحفية، وبيكون فاقد الشغف تجاه الشغل لدرجة إنه بيشوف 2 من الشرطة عمالين يجروا ورا واحد اسمه يون، المفروض يعني إنه معرفة قديمة، لكن كانج بيعمل نفسه مش موجود أصلا وبيتحجج إن شغلي لسه هيبدأ بكرة، هبقى أتابع وأعرف هو عمل إيه بالظبط. وفي آخر اليوم بيوصلوه لحد البيت وهو مش قادر يقف على رجله من كتر الشرب، وأول ما بيسلموه لسون أخته بيجروا بسرعة عشان يستلقى وعده منها إنه أول مقابلة بعد كل السنين دي رجع شارب وحالته حالة. وساعتها بيصحى مفزوع على الكابوس اللي بيعيش فيه ذكريات التنمر اللي كان بيتعرض له في ثانوي، وهو بيتضرب من أقرب صاحب ليه وبيدلق عليه مية مولعة وبيضحك بسخرية وبيسأله هو أنت بعد اللي اتعمل فيك لسه عايش؟ فبيحاول يتخطى الماضي على قد ما يقدر وبيروح الشغل عادي جدا أكن مفيش حاجة حصلت، وبيستلم بارك الضابط المستجد عشان يحكي لهم مغامراته في المدينة. وفجأة بيشوف يون داخل مع الأمن وهو وشه مليان إصابات وبينزف، فبيتصدم وبينادي على المحققين اللي كانوا بيجروا وراه امبارح وبيقول لهم انتوا في عصر ايه بالظبط عشان تعملوا كده في بني ادم؟ يعني الضرب هو اللي هيخليه يعترف؟ فرئيس المركز بيوضح له القضيه مش بالسهوله دي لانه خلص على واحده، فبيتصدم لان مستحيل يصدق ان واحد زي يون يعمل حاجه زي كده. وبنعرف بقى ان الاتنين المحققين اللي طحنوه من الضرب دول شغالين عصافير تحت رحمه تشال المدعي العام المسؤول عن القضيه، وهو اللي طلب منهم يستخدموا العنف عشان ياخدوا منه الشهاده بالعافيه حتى لو ما كانش هو المجرم. المهم ان القضيه دي تتقفل عشان القريه مقلوبه بسببها. وساعتها بارك بيشرح الموقف كله لكانج وبيقول ان يون عنده هوس بالشرابات لانه اتقبض عليه من سنه في سرقه شرابات حريمي، وبعدها بكام شهر اتسجن عشان حاول يلمس رجل واحده وهي معديه، لكن كانج ما اقتنعش ان كل دي اداه كافيه عشان يتهموه انه خلص على واحده. واول ما بيفتح ملف القضيه بيتصدم انها مش قضيه، دول 3، لان في 3 ضحايا تم اغتصابهم وحياتهم انتهت بعد ما المجرم لف الشراب اللي هم لابسينه حوالين رقبتهم. وهنا بيستوعب ان التكرار مش صدفه، ده مجرم مهووس، يعني الحوادث دي لسه هيحصل منها تاني. وبيجري على يون بسرعه وبيساله انت بريء صح؟ فطبعا بينكر وهو مرعوب وبيأكد له انا اللي عملت كده صدقني. وبنعرف بقى انه بيعترف لان تشا عذبه وقلعه هدومه وهدده انه يخلص على امه. فكانج بيصمم انه يقابل تشا عشان يتكلم معاه، لكن للاسف بيفقد السيطره على نفسه اول ما بيشوفه وما بيقدرش يجمع كلمتين على بعض، لان ده نفس صاحبه اللي غدر بيه وكان بيعذبه ايام المدرسه. وبيروح الحمام بسرعه عشان يفوق من اوهام الماضي، ومن كتر الضغط بيخبط ايديه في المرايه بعزم ما فيه. وفي نفس الوقت ده بس في المكتبه بنشوف بنت في ثانوي اسمها يو وهي واقفه مع صاحبتها وعماله تراقب بوم اخو هوان
لأنه يعتبر أوسم شاب في القرية وبتحاول تفتح معاه كلام بأي طريقة. ومن ناحية تانية كانج بيقضي اليوم كله بيدور في ال3 حوادث اللي حصلت، وبيفكر مع نفسه إن تشا مسؤول عن قضيتين، أما المدعي هوانج فمسؤول عن أول جريمة حصلت، وده معناه إنهم لسه مش مربطين إن ال3 نفس الحاجة، ولو اتكلمت أكيد واحد منهم هو اللي يمسك القضية كلها. وفي آخر اليوم بنلاقي يو هي راجعة البيت مع صاحبتها في طريق كله أراضي زراعية، ولأن الدنيا ضلمة فبيكونوا مرعوبين، وفجأة بيسمعوا صوت غريب، بس لما بيدوروا عن مصدر الصوت بيلاقوا الفزاعة، واللي مش عارف ايه ده من اخواتنا المصريين، فده خيال المائتة اللي بيتحط وسط الزرع عشان يخوف الطيور. فيو بتطمن صاحبتها يلا عدي النفق وانا واقف استناك هنا لحد ما اتاكد انك وصلتي بامان وابقى ارجع. وفعلا صاحبتها بتمشي ومع كل خطوه بتلف وشها عشان تتاكد ان يو لسه واقفه، وقبل ما تكمل طريقها وتبص عليها بتتصدم انها اختفت تماما، فبتحس ان ايه الغدر ده، يعني كان المفروض تنفذي وعدك للاخر. وتاني يوم كانج بيمشي ورا احساسه وبيروح يقابل المدعي هوانج وبيفهمه المجرم اللي اتشقبض عليه مش المجرم الحقيقي، وقريب قوي هيحصل حادثه شبه اللي فاتوا بالظبط. وفعلا قبل ما يخلص كلامه بيجي لهم مكالمه بضحيه جديده اللي للاسف تبقى يو. اما تشاف فبيبقى عايش سنه وبيغني وعامل مؤتمر صحفي مخصوص عشان يعلن اني جامد جدا وقبضت على المجرم، لكن الخطه بتتقلب فوق دماغه وبيلاقي رئيس كانج داخل عليه بعلو صوته في جريمه جديده حصلت والمفروض ان انت اللي بتقول عليه مجرم ده مسجون، فايه الوضع بقى؟ وفي الوقت اللي رئيس المركز بيستلم تشا تهزيء عشان اللقطه اللي عملها على الفاضي، بنلاقي هوانج بيصطاد في الموضوع وبيدخل يبلغهم احنا قدام قضيه مجرم متسلسل مهووس بالستات، وبيشرح كلام كانج بالحرف لان اول ضحيه المجرم نهى حياتها بايده، بس في الضحيه التانيه استوعب انه مهووس اكتر بالشرابات وبقى بيربط ايديهم ورجليهم، وعشان كده اتبع نفس الطريقه على الاتنين اللي بعدها، بس في النهايه هم كلهم حوادث اغتصاب ووفاه. فرئيس المركز بيقتنع وبيقول له تقدر تمسك القضيه بنفسك. وهنا نار الغل بتولع جوه تشاو وبيدخل يقلب المكتب بتاعه فوق بعضه عشان يهدى، وبياخد عهد على نفسه هرجع القضيه تاني ومعاها كانج فوق البيعه. وفي الوقت ده كانج بيحقق مع صاحبه يو وبيسالها طب كان في اي حاجه غريبه قبل ما تمشي وتسيبها، وبالرغم من انها منهاره على صاحبتها بس بتحاول تتماسك وبتحكي له في حاجه مريبه حصلت، لان فجاه لقيت واحده جايه تجري علينا وشاورت لنا عشان نسكت تماما، ونزلت استخبت جنب الطريق، وبعدها على طول لقينا واحده جوزها بيجري على ملا وشه وفي ايديه مقص، وبيسالنا ما شفتوش مراتي، فينكد بتاع انها جريت من الطريق اللي هناك ده، اكيد هو اللي رجع وخلص عليها عشان ينتقم منها. ولما بيحققوا معاه بيكتشفوا ان عنده مغسله وبقاله اكتر من شهر بيقفل بدري، بس محدش عارف بيروح فين بالظبط. فكانج بيراقبه وبالصدفه بيقفشه بيجري ورا مراته وعايز ينهي حياتها بالمقص اللي في ايديه، فبيلحقوا في اخر لحظه وبيكلبشوا وبياخدوا معاه المركز. ولما بيستجوبوا بيقولوا مراتي هربت من البيت بقى اكتر من شهر، فكنت بحاول اخوفها عشان ترجع مش اكتر، لكن انا مالي ومال الحوادث اللي بتحصل الفتره دي، ما لو كنت عايز اخلص عليها بجد كنت هاخد اداء حد اسهل. فبيحس ان كلامه منطقي وبيقعد مع مراته عشان يسمع منها هي كمان، لانها فضلت مستخبيه لمده ساعه تقريبا جنب الطريق اللي حصل فيه الحادثه. وقتها بتفهمه ما شفتش اي حد معدي، بس في حاجه غريبه حصلت، لان قبل ما استخبى كنت ملاحظه مجموعه كلاب ملمومين حوالين فزاع اللي هي خليل المائته، بس لما خرجت بعدها لقيتها اختفت تماما. وهنا بقى بيجمع انها ما بتكذبش، لان صاحبة يون علقت على نفس المشهد الكلاب والفزاعه من كتر ما صوتهم كان مزعج، وعشان كده بيروح بنفسه عند الأراضي الزراعية اللي حوالين النفق على أمل إنه يلاقي أي دليل، لكن من حظه إنه بيقابل تشا، فبيحاول ينهي المقابلة السخيفة دي في السريع، بس تشا بيتعمد يستفزه وبيقول له شايف القضية اللي أنت خدتها مني وفرحان بيها قوي دي، أنا هرجعها تاني ومعاها هدية اللي هي أنت يعني، لأني مش هتخلى عن صحوبيتنا بسهولة كده. هو بيفضل يضحك باستفزاز، ومن كتر ما كانج بيتجنن من بجاحته بيهزر هو كمان، وبيطلع المسدس وبيحطه في وشه عشان يخلص عليه ويخلص منه، ولما بيلاقيه جاب ورا وترعب بيحذره يبعد عنه وبيمشي ويسيبه. وفي الوقت ده بس في 2019 كانج بيروح يقابل المجرم لأول مرة، وطبعا من غير ما يبينه هو مين، بيسأله بقى وانت ليه لحد دلوقتي لسه بتنبش في قضية قديمة، ده انا حتى مش هتحاسب عليها بسبب انها عدت مدة التقادم بتاعتها. لكن كانج كل اللي فارق معاه ان الحقيقة تظهر واهالي الضحايا يكتشفوا اللي عمل كده، فبمنتهى الثبات بيوضح له كان نفسي اساعدك والله بس للاسف مش انا المجرم اصلا. وبعدها بنشوف اخت سون وهي لسه خارجه من الشغل وبتروح تقابل بوم، وبنعرف بقى انهم مرتبطين بقالهم مده، ومش بس كده ده بياخدها يعزمها على الغدا وبيتقدم لها في نص ما هم بياكلوا. اما كانج فبيجمع الفريق بتاعه عشان يحققوا مع اهالي القريه، لان احتمال كبير يكون في ضحيه قدرت تهرب من المجرم قبل ما يخلص عليها. وفعلا في نص ما هم بيلفوا على البيوت بيلاقي واحده بتتعمد انها تستخبى منهم، وشكلها كده عارفه حاجه، ولان سون ما بتحبش تضيع وقت فبتعدي على كانج في الشغل وبتقول له انا مرتبطه ببوم بقالي 3 سنين وناويين نتجوز، فاعمل حسابك تحدد يوم الفرح بنفسك.
فبيتفاجئ هي كبرت كده إمتى. وبالصدفة الشرطية ليه بتفتكر حادثة حصلت من شهر لواحدة كانت بتجري في الشارع وإيديها مربوطة لورا وعمالة تصوت الحقوني بسرعة. وساعتها عرفنا إن في راجل خطفها بس هي قدرت تهرب منه، ومن كتر خوفها إنه يرجع يدور عليها تاني رفضت تعمل محضر. فكانج بيروح لها البيت بنفسه، وسبحان الله بتكون نفس الواحدة اللي كانت بتحاول تستخبى منهم، وبترفض إنها تفتح لهم الباب من أساسه، واللي هو ابعدوا عني بقى أنا من اليوم ده ومش عارف أعيش حياتي بشكل طبيعي. فكانج بيوصل لها أنت محظوظة على فكرة، لأن الضحايا اللي المجرم مسكهم بعدك خسروا حياتهم. فبتتصدم وبتوافق تحكي لهم اللي حصل، لأن يومها كنت راجع من ديت وشايفة الدنيا حواليها وردي من كل حتة، ومن كتر ما القعدة كانت حلوة رجعت في الطريق متأخر جدا، ووقتها سمعت صوت غريب، ولما بصيت لقيتها فزاع، فكملت في طريقي عادي. وفجأة طلع عليا واحد من ظهري ماسك أداة حادة، وبعد ما ربط ايديا الاتنين اتجنن عشان مش لابسه شراب، لكن ضحكت عليه اني قلعتهم في الطريق عشان اتقطعوا، لكن هتلاقيهم في الشنطه بتاعتي. وعقبال ما راح يفتح الشنطه استغلت الفرصه وجريت على الطريق بسرعه، وطبعا خفت اعمل محضر لان معاه شنطتي اللي جواها كل المعلومات اللي تخصني، وممكن يرجع لي في اي وقت عشان يخلص عليا. وفي اللحظه دي بتفتكر الحاجه الوحيده اللي لفتت نظري ايديه كانت ناعمه زي الستات بالظبط. وهنا كانج بيستوعب اسلوبه لانه بيفضل مستخبي وسط الاراضي الزراعيه على اساس انه فزاعه، واول ما بيلاقي الضحيه المناسبه اللي لابسه شراب على هواه بيقرب منها بسرعه وبيخلص عليها. ومن ناحيه تانية صاحبه يو بتروح المكتبه، واول ما بتشوف بوم بتفتكر قد ايه يو كانت معجبه بيه وبتنهار من العياط، فبيحاول يهديها على قد ما يقدر وبيعمل لها حاجه تشربها، وبالصدفه بتاخد بالها من شنطه حمراء محطوطه جوه صندوق المفقودات، فبتستغرب وبتساله طب ما فيش بطاقه جواها عشان تعرف اسم صاحبتها، فبيتحجج انه مش هينفع يفتحها لان دي خصوصيات. وبالمناسبة يعني دي نفس الشنطة بتاعت الضحية اللي قدرت تهرب من المجرم. أما بقى كانج فبيجمع الفريق بتاعه لأن عنده خطة جديدة. الطريقة الوحيدة اللي هنقدر نقبض بيها على المجرم إننا نعمل كمين عن طريق أي شرطية تبعنا. وطبعا قبل أي حاجة بيفهم الشرطيات إن الموضوع اختياري عشان لو خايفين على حياتهم، لكن بيتحمسوا جدا وبيوافقوا لأن مفيش حاجة فارقة غير إنهم يخلصوا من الكابوس اللي عايشين فيه بسبب المجرم. لكن للأسف الخطة بتفشل لأن الشرطية ليه بتقع وبيحصل لها إصابة في رجليها. وهنا رئيس المركز بيحس إن مفيش أنسب من الصحفية جي لدور زي ده، ووقتها كانج بيرفض لأن أولا هي صاحبته وخايف عليها، وثانيا والأهم بتشتغل صحفية يعني ممكن تفضحنا في لحظة. بس جي بتصمم لحد ما بيوافق، وبمنتهى القلق بيقولها لو شفتي فزاعة في طريقك اجري على طول لأنه المجرم. ومن ناحية تانية سون بتكون راكبة العربية مع كيم صديق قديم عرض عليها إنه يوصلها بما إن الوقت اتأخر، واول ما بيعرف انها داخله على جواز بيتعمد يضايقها، واللي هو طب يا ترى اهل خطيبك عارفين امك كانت بتشتغلي زمان؟ وبيكمل عليها اكتر يا ترى بقى انت طالعه شبه مين؟ اكيد شبهها مش كده؟ ولما سون بتتضايق وبتطلب منه يوقف العربيه بياخد الموضوع بعند اكتر وبيكمل عليها لحد ما بتجيب اخرها وبتزق ايديه، فبيتقلبوا على الطريق. ومن ناحيه تانية بيكون المجرم خلاص اختار الضحيه بتاعته، وفجاه بيشوف واحده معديه فالشراب اللي لابساه بيعجبه اكتر، وعشان كده بيسيب اللي معاه مرميه بما انها كده كده مربوطه وبيروح ورا التانيه اللي في الاساس بتكون جي. وساعتها كانج وبارك بيمشوا حواليها من بعيد، بس للاسف بيتفرقوا عن بعض لانهم فجاه بيسمعوا صوت واحده عماله تعيط، وعقبال ما بيلاقوها بتكون جي بتجري من المجرم وبتطلع الكاميرا بتاعتها وبتصوره بسرعه، لكن للاسف بيقدر يمسكها. وفي الوقت ده كانج بيقلب الدنيا عليها لحد ما بيلاقيها فاقده الوعي ومتصابه في راسها، واول ما بيوصل المستشفى بيعرف ان اخته محجوزه في الاوضه اللي جنبهم. اما تشا فبيعدي على هوانج في المكتب وبيقول له تعالى معايا عشان عايزك في مشوار مهم يخص ابنك، ووقتها بيتصدم انه محتجز ابنه في مكان مهجور ومخلي العصافير بتوعه طحنينه من الضرب بحجه لقيناه واقف في المظاهرات، وانت طبعا عارف كويس قوي لو الموضوع اتقلب محضر ايه اللي ممكن يحصل فيك وفيه. وبيجي معاه دغري هتاخد ابنك وتمشي في مقابل تتنازل عن القضيه وترجعها لي. ولما كانج بيعرف اللي حصل في اخته ما بيحسش بنفسه غير هو بيهجم على كيم في نص المستشفى وبينزل فيه ضرب قدام الصحفيين فبيتسجن فيها. وساعتها تشا بيحس ان دي انسب فرصه عشان يرجعه تحت سيطرته من تاني، وبيزوره في السجن وبيقوله مش انا خدت القضيه وبكده ما بقاش فاضل غيرك، فاطلب مني المساعده وانا خرجك براءه عشان نقبض على المجرم سوا. فبيرفض تماما لان ده اخر شخص ممكن يثق فيه ويطلب منه حاجه. وبعدها لما بيخرج على ذمه القضيه بيجري على المستشفى عشان يطمن على جي واخته، لكن اخته بتكون شايله منه واللي هو انت لسه فاكر تظهر دلوقتي، على العموم انا كويسه. فبيخرج من المكان وهو متضايق جدا ومش شايف قدامه لدرجه انه كان هيخبط واحد شايل بنته. وهنا بيرجع بالذكريات وبيفتكر اليوم اللي كان شايل سون على ظهره وهي مش مكمله ال5